السلام عليكم غالياتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة. جيتكم يا الغاليات بوصفة تحلية بدون فرن، تحلية الطبقات بذوق الكراميل. هذه التحلية اللي دارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بالاخص تيك توك. حاولت اني ندير لكم الوصفة هذه على طريقتي الخاصة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة، وكما نتمنى ان شاء الله تجربوها، لانه هذه التحلية هذه بزاف بزاف بنينة. حاجة سهلة بزاف، يعني مقاديرها جد بسيطة، والأهم إنه تبرد على الخاطر، تجي بزاف بزاف هايلة. نتمنى حبيباتي تصلي وتسلموا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقولوا بسم الله. ما تنساوليش هذاك الجام، ربي يفرحكم إن شاء الله، وربي يعطيكم ما تتمنوا، ونقولوا بسم الله. أول حاجة هنايا عندي حبيباتي في كسرونة، درت هنايا 3 كيسان تاع الحليب. بالنسبة لحجم الكاس 220 مليلتر. الحليب لهنا راهو بارد كيما راكم تشوفوا. عندي هنايا حبيباتي عندي زوج علب تاع فلان. عندي العلبة الأولى بذوق الكراميل، والعلبة الثانية بذوق الفانيلا. كيما تقدروا ديروا غير الكو تاع الفانيلا، كيما تحبوا ديروا يعني العلب في زوج بذوق الكراميل. انا حاولت اني نخلط يعني بين الفانيلا والكراميل هكذا باش نتحصل على واحد يعني واحد المذاق يجي بزاف بزاف هايل كيما راكم تشوفوا. نخلطو هنايا كلش بارد في بارد. نضيفو هنايا 2 ملاعق كبيرة تاع النشا ولا لا مايزينا بهذه الطريقة. نجيبو هنايا الفوي نخلط كلش يعني بارد في بارد، ونديو الكسرونة تاعنا على نار تكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى نتحصلوا على كريمة تكون دوكا تشوفوا القوام تاعها. هاي لكم هنايا حبيباتي الكريمة. نصبها هنايا في ريسيبيون بهذه الطريقة. من بعد هنايا نجيب لو بابي فيلم اون كونتاكت ونحطو يعني على الكريمة يكون اون كونتاكت، ونديو الريسيبيون تاعنا للثلاجة مدة يعني حوالي ساعتين حتى 3 سوايع هكا، حتى يعني تبرد معكم جيدا. واذا ديتوها للمجمد رايحة تدي لكم ساعة في المجمد. هاي لكم هنايا حبيباتي بعد ما كانت بردت لي هذيك الكريمه يعني وتماسكت. نجيبو هنايا كيما راكم تشوفوا الريسيبيون تاعنا لهنا. شوفوا الكريمه يعني راها تماسكت بزاف بهذه الطريقه، يعني راها بارده بزاف. نجيبو هنايا حبيباتي نحتاجو هنايا كاس من لابودر شانتيي. كيما راكم تشوفوا نحطها مباشره على هذيك الكريمه. وعندي هنايا علبة تاع الكريم ديسير، هذا الفلون كراميل كيما راكم تشوفوا بذوق الكراميل. رايحة تعطينا يعني واحد لوغو واحد البنة سبيسيال في الكريمة هذه بهذه الطريقة. بالنسبة هنا يا حبيباتي البودرة الشانتيي، إذا كانت البودرة الشانتيي تاعكم يعني النوعية الجيدة كما اللي استخدمتها أنايا، يعني كي خلطتها بالضرب الكهربائي جاتني ثقيلة بزاف، يعني الخليط تاع الكريمة هذه ولا لاموس هذه جاتني بزاف بزاف ثقيلة. لذلك يعني جبت هذاك البو هذاك تاع العلبة تاع الكريم ديسير، يعني درتها حليب يكون بارد، ومن بعد ضفته هنايا على دفعات، ونبدا نطلع يعني بالباتير حتى نتحصل على كريمة تكون شبه لاموس بهذه الكيفية. يعني راح تطلع معكم وتولي القوام تاعها بزاف بزاف خفيف. اذا كانت البودرة الشانتيي تاعكم يعني ماهيش من النوعية الجيدة، يعني ماكمش رايحين تزيدوا هذيك الكمية تاع الحليب. نروحو هنا يا حبيباتي باش نحضروا الكراميل. في كسرونة هذيك تكون ثقيلة درت نص كاس تاع سكر وديته يذوب على النار. عندي هنايا في هكا في حاجة تكون شوية صغيرة، درت نص ملعقة كبيرة تاع النشا ولا لا مايزينا مع 2 ملاعق كبيرة تاع الماء. هنايا الماء راه بارد ولا بدرجة حرارة من الحنفية عادي. خلط جيدا هذيك النشا حتى انذابت، وكنت وجدت نص كاس تاع حليب كنت غليته. ضروري انكم تغليوه يعني يكون سخون بزاف. هنا يا حبيباتي بعد ما كان ذابت لي جيدا هذاك السكر، طبعا بالاستعانة بملعقة خشبية تقعدوا تحركوا يعني باستمرار حتى يذوب لكم هذاك السكر. حرزوا عليه يعني ما تخليوهش يتحرق. ضفت هنا نصف ملعقة كبيرة تاع لا مارغرين ولا الزبدة، ونقعد نخلط جيدا. هنا يحرزوا يعني كي تضيفوا هذه المكونات، يعني حرزوا على وجوهكم يعني باش ما يدير لكمش يعني من هذاك الكراميل. طبعا هنايا النار تكون شويه قليله. بعد ما ذوبت هذيك لا مارغرين ضفت هنايا نص كاس تاع الحليب. قلت لكم يكون سخون. ضفت خليط تاع نصف ملعقه كبيره تاع النشا ولا لا مايزينا اللي كنت حرتها مع زوج ملاعق كبيره تاع الماء.
نخلط جيدا هنايا باستمرار حتى نذوب مليح هذاك الكراميل. رايحين تحصلوا على لاصوص كراميل ولا اروع. ديروها هنايا في حاجه هكا تكون شويه يعني شويه صغيره، وتميكسيوها بلو برا ميكسور هكا باش تحصلوا على هذا القوام اللي يكون يعني ناعم بزاف ولا ليس بهذه الطريقه. تحصلنا هنايا حبيباتي على لاصوص كراميل بهذا الكيفيه، صدقوني البنه تاعها تجي كيما الطافيه كراميل، حاجه بزاف بزاف هايله. كما راكم تشوفوا تستخدموها في التحليات في الكيكات، يعني حتى في لي صابلي. صدقوني يعني الوصفه هذه تاع الطوفيه ولا هذا الكراميل صوص كراميل من اروع ما يكون، نتمنى برك تجربوها. نجيو هنا يا حبيباتي باش نوجدوا التحليه نتاعنا. جبت هنايا هذا لي بورطمونجي هذو ولا العلب هذو البلاستيكيه، رايحين نستخدموا فيهم التحليه نتاعنا. نحتاجو هنايا البسكوي هذا كما راكم تشوفوا، أي نوع بسكوي يعني تقدروا تستخدموه. بالنسبة هنايا العلبة هذه كنت شريتها ب10,000. هنايا حبيباتي جبت هنايا الحليب، نغمسوا هذاك البسكوي هذاك في الحليب، ونديروا طبقة أولى في هذا لي بواط هذوما. من بعد هنايا حبيباتي نجيبوا الكريمة هذيك، نديروا طبقة مليحة من هذيك الكريمة بهذه الكيفية. نديروا طبقة من البسكوي ومن بعد الكريمة، نزيدوا نديروا طبقة أخرى من البسكوي نشمخوه في الحليب، ونديروا كطبقة بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. نزيدو نديرو طبقة ثانية من الكريمة بهذا الكيفية، يعني رايحين نديرو بالطبقات، طبقة من البسكوي كنا شمخناه في الحليب، ونزيدو نديرو طبقة من هذيك الكريمة بهذا الكيفية. نزيدو نديرو الطبقة الثالثة تاع البسكوي، ونزيدو نكملو من فوق بالكريمة. يعني حاجة بزاف بزاف سهلة، بالاخص المبتدئات راح يعني تجيكم بزاف سهلة هذه التحلية، وصدقوني بنتها ولا اروع. نضيفوا هنا يا حبيباتي يعني الطبقة الأخيرة من الكريمة. حاولوا أنكم الطبقة الأخيرة يعني تسويوها مليح بلا سباتيل باش يجي الوجه تاعها أملس. من بعد باش نجيو نديرو طبقة تاع الكراميل اللي رايحة يجي يعني الوجه تاع التحلية تاعكم يعني تجي بزاف بزاف متحوفة. حاولوا أنكم تسقموها مليح، يعني تليسيوها بلا سباتيل بهذه الطريقة ولا بلا كوبات، عفوا بلا كوبات هكذا باش تجي ليس. من بعد هنايا حبيباتي جبت هنايا لاصوص كراميل كيما راكم تشوفوا، يعني اذا شفتوها بردت لكم شويه بدات تتماسك تزيدوا تسخنوها شويه. انا كنت سخنتها في الميكرووند هكا باش تتمشى لي بكل سهوله من الفوق. وهنايا في الاطراف كنت درت كاوكاو محمص ومطحون بهذه الطريقه. وهاي لكم هنايا حبيباتي التحليه تاعنا في الشكل تاعها النهائي، يعني حاجه بزاف بزاف هايله بريزونطابل، شكلها جد راقي. يعني تحبوا ديروها يعني في لي بواط هذو ولا كيما تقدروا ديروها في ليفيرين، يعني التقديم تاعكم نتوما تتحكموا فيه. نجي هنا يا حبيباتي تبعوا برك معايا يعني المقاطع الاخيره باش نقسم معكم التحليه نتاعنا باش تشوفوا يعني القوام تاعها كيف تجينا بزاف بزاف هايله. خليوها تبرد يعني تاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله. نتمنى برك حبيباتي تجربوها، تثقوا فيا كيما العاده وتجربوا الوصفات وتبعثوا لي الراي تاعكم حول الوصفه في التعليقات. نقول لكم حبيباتي اللي دخلتوني جدد وكنتوا اول مره زرتوا قناتي، فضلا الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ما تنساوليش حبيباتي الجيم في لا فيديو، بارطاجيو الوصفة مع الأصدقاء اللي تعمل فائدة. تهلاو لي في رواحكم، نقولكم سلام.